عبد الله تكلم عن اشرف حكيمي، تكلمنا عنه والله اشرف حكيمي، رغم طبعا ان الخليفي يقول لك ديمبلي هو يستحق طبعا الكرة الذهبية. لا يا والله يا خليفي، يعني انت رئيس نادي باريس سان جيرمان ومن الرؤساء الناجحين على مستوى العالم، ولكن انا اختلف معك، انا مع اشرف حكيمي يا الخليفي. يعني انت الحين يعني قطري وخلك مع اشرف حكيمي كذلك. نتكلم عن اشرف حكيمي، طبعا هي دعابه لان الخليفي من انجح رؤساء الانديه، واختار ديمبلي اي حريه شخصيه، انا اختار اشرف حكيمي. اذا عندك أشرف اضافه. حكيمي طبعا، أشرف حكيمي اللي قدمه، وخاصة بعد فوزهم بالبطولة. يعني أشرف حكيمي من أفضل اللعيبة حاليا. أصدقاء ديالي، السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن أحوالكم. أصدقاء ديالي، إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا على اليوتيوب، ما تنساوش دعمونا بالاشتراك في القناة، كذلك تفعلوا أخوتي الزر ديال الجرس، لايك أخوتي الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تدعمونا أخوتي ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناة. أصدقاء ديالي، كيف ما عاهدناكم في القناة، مقطع ديال اليوم مقطع جديد، مقطع يستحق الدعم والمشاهدة. بلا ما نطول عليكم اخوتي، ندوزو نشوفوا تفاصيل الفيديو جميع. نتوما حكموا، كتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم، ونتلاقاو في نهاية الفيديو. ما تنساوش تشاركوا في القناة وكذلك تفعلوا الزر ديال الجرس ولايك الفيديو، وشكرا لكم. عبد الله تكلم عن اشرف حكيمي، تكلمنا عنه والله اشرف حكيمي، رغم طبعا ان الخليفي يقول لك ديمبلي هو يستحق طبعا الكرة الذهبية. لا يا والله يا خليفي، يعني انت رئيس نادي باريس سان جيرمان ومن الرؤساء الناجحين على مستوى العالم، ولكن انا اختلف معك، انا مع اشرف حكيمي يا الخليفي. يعني انت الحين يعني قطري وخلك مع اشرف حكيمي كذلك. نتكلم عن اشرف حكيمي، طبعا هي دعابه لان الخليفي من انجح رؤساء الانديه، واختار ديمبلي اي حريه شخصيه، انا اختار اشرف حكيمي. اذا عندك أشرف اضافه. حكيمي طبعا، أشرف حكيمي اللي قدمه، وخاصة بعد فوزهم بالبطولة. يعني أشرف حكيمي من أفضل اللعيبة حاليا المتواجدين في العالم، وخاصة أنه ما في منافسين اليوم. لو يعني تفكر ببعض الأسماء عالميا، حتى ما تجد. محمد صلاح كان الموسم اللي فات قدم موسم يمكن يكون من أفضل مواسمه يعني، ولكن نتكلم أن يعني ما صارت المنافسة مثل قبل. اليوم أشرف حكيمي يثبت للعالم من خلال أدائه المتواصل وفي نسق متصاعد أنه من أفضل لعيبة العالم ويستحق الكرة الذهبية للأمانة. وأنا معك عبد الله في أني أرشحه، يمكن اليوم أكثر لاعب يستحق. ويكفينا يعني، يكفينا، ما بقول كلمة في بالي، ولكن يكفينا تجاهل للعرب، تجاهل للمسلمين في الحصول على الكرة الذهبية. والله نتمنى ان شاء الله تكون الجائزه من نصيب اشرف حكيمي، نتمنى والله، احنا داعمين له حمله مغربيه عربيه من اجل طبعا فوز هذا اللاعب باذن الله تعالى مع باريس سان جيرمان، وفي النهايه طبعا مكسب اعتقد ابو ناصر لاي فريق اشرف حكيمي. طبعا أشرف حكيمي من أفضل حاليا اللعيبة على مستوى العالم، ليس فقط لعيبة العرب ولكن لعيبة بشكل عام بالضبط. ويستحق الكرة الذهبية، ونتمنى له ذلك إن شاء الله. ان شاء الله. شكرا ابو ناصر، شكرا محمد تقي. شكرا. مشاهدي الكرام، وصلنا الى الختام، الى اللقاء. اشرف حكيمي يستحق طبعا كل الدعم من اجل حصوله على افضل لاعب في العالم، دعم كبير لا محدود من المغاربه والعرب تجاه هذا اللاعب اشرف حكيمي. تفضل. شوف عبد الله، اليوم خلينا نتكلم عن اللاعب المغربي، تمام، ونقيسه بالبطولات من خلال الموسم اللي طاف الى كاس العالم للانديه. تجد البصمه المغربيه موجوده. اتوقع ان في لاعب مغربي بيرفع هذه البطوله من السته، وبنكررها لك ان شاء الله في الحلقات القادمه. نعم. ان في لاعب مغربي راح يرفع بطوله كاس العالم للانديه. البصمه المغربيه بحميد حاضره خليجيا وعربيا وافريقيا وعالميا. اللاعب المغربي، البصمه المغربيه سواء مدرب او لاعب. هذا مؤشر شو ابو احمد؟ مؤشر التخطيط السليم، الفكر السليم، القياده السليمه اللي اوصلت هذا الشيء انه يكون موجود حاضر. هذا ما حضر من اجتهادات فقط شخصيه، هاي منظومه كامله اشتغلت، حصلت دعم. اليوم ركزوا الشباب، الثقه، العامل المشجع، الدعم الكبير من
الشعب المحب لابن بلده بالضبط. في رفعه طال عمرك سواء اللاعب او المدرب او الشخص المسؤول عن الرياضه او الكره. طيب واحمد، ان بار والدته اشرف حكيمي، بار والدته يا كابتن، وهذا السر من اسرار النجاح. وجميع المدربين العالم الكبار دائما يثنون على هذه الموهبه. مدربين اسماء كبيره اليوم صحيح. نحن نقرا تصريح يثنون صحيح. على هذا النموذج اللي نحن نفتخر بك. بالضبط. لأن نرجع نقول المرأة المغربية لها دور كبير، وهذا طبعا منهم أشرف حكيمي مع والدته. بر الوالدين وما أدراك ما بر الوالدين، هي طبعا سر من أسرار نجاح أشرف حكيمي وحتى اللعيبة الثانيين سواء في المغرب أو خارج المغرب. ومنهم طبعا أشرف حكيمي يستحق طبعا كل الدعم من أجل حصوله على أفضل لاعب في العالم. دعم كبير لا محدود من المغاربة والعرب تجاه هذا اللاعب أشرف حكيمي. إن محظوظ اللاعب اللي لعب في كأس العالم، محظوظ اللاعب الودادي اللي لعب في الفترة هاي في كأس العالم، لبس تيشيرت الوداد ولعب في كأس العالم وعاد الفريق إلى المغرب وأنت غادرت خارج المغرب. والله هي حظ مميز. أنت محظوظ تلعب في كأس العالم مع فريق الوداد وكذلك تعود الى المغرب يقولك يلا مع السلامه الى خارج نادي الوداد. لعبت فتره مع فريق الوداد باسم فريق الوداد، لا ومشارك في كاس العالم. لا بصراحه انا ممكن اكون هذا رايي الخاص، انا طبعا. ضد هذه الفكره بشكل نهائي قطعا. يعني انه لما يكون في كاس العالم للانديه انه تتيح الفرصه انه لثلاث لاعبين انهم يلعبون فتره كاس العالم للانديه وبعدين انهم يخلص الدوره وبعدين انهم يروحوا. فهذا الشيء انا بالنسبه لي كشخصيا غير منطقي بتاتا، انه واحد كان يلعب في نادي معين ويتم اعارته ل 15 يوم او 20 يوم انه يلعب مع الفريق وبعدين انه يخلص ويروح. هذا شيء غير منطقي. وبعدين في لاعبين اللي هم طيله الموسم موجودين في نادي الوداد موجودين وكل يعني يلعب الموسم كامل ويحلم انه يكون متواجد في كاس العالم للانديه او يلعب دقائق في كاس العالم للانديه. تروح تجيب لاعب من برا من اجل 15 يوم او 20 يوم انه يلعب مباراه وبعدين يروح. فهذا الشيء غير منطق. يعني بالمنطق انا بعض الاحيان احب يعني افهم يعني شو المغزى من هذا الشيء. اذا انا اذا فتحت الانتقال اي اللاعبين انه يجوا، انا بفتحه على اساس انه بشوف اللاعب اللي حيلعب معي كاس العالم ويقدر انه يستمر معي الموسم القادم. بالضبط. يعني مش لاعب انه يجي يكون مثلا في اجازه ويجي يلعب لي مباراه ونفرض انه الفريق كان رايح رحله كابتن، رايح رحله ورايح. بالاضافه لان هذا اللاعب وبعدين يقول لك اللاعب ضحى انه ما طلب راتب او ما طلب. اللاعب هذا ذكي يتمنى يحمد ربه انه جاته هذا الفرصه وانه يلعب في كاس العالم. اي والله. فبعدين هم يقولوا اللاعبين انا ضحيت ما اريد راتب. شو ما تريد راتب؟ انت لاعب مع فريق الوداد او انت جاي تلعب مع فريق الوداد او اي فريق ثاني، انت جاي تلعب كاس العالم. يعني اصلا غلط من مجلس الاداره انه يسمحوا لك انك تيجي بالطريقه هذه. اكيد اساسا ما بتكون عنده هذيك روح الحماس اللي يعني بالله عليك والشغف، لانه مش راح يستمر ولا عنده احساس بالفريق. انا بمشي بالامور الفنيه اكثر. الحين انت كمدرب عندك مجموعه معينه، جابوا لك 3 لعيبه حطوها عشان يلعبون اساسي، ما في تجانس وعندك اللعيبه هذه لسه واصله من 10 ايام 15 يوم حتلعب مباراه. انت قول لي الحين شو هذا الفكر اللي حينزل عند المدرب؟ بالضبط. شو هذا الاستيعاب؟ وين هذا الانسجام اللي حيكون موجود؟ كيف اللاعب حيتاقلم مع اللاعبين، مع عقليه اللاعبين؟ شو الجنسيه اللي هو منتمي ليها؟ هل هي توافق او ما توافق؟ نعم. فكل لاعب لما يجي فمحتاج وقت طويل على اساس انه هو يتاقلم. فما بالك انك انت تحطه في محافل دوليه كبيره زي كاس العالم للانديه ويلعب ضد انديه كبيره ومخضرمه ولعبه سنوات مع بعض ولعبه في مستويات عليا، وتجيب لي لاعب تحطه وتقول له مثلا تعال مهاجم ادخل العب. صح.
الاصدقاء ديالي وصلنا للختام ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليو واحد لايك واشتراك في القناه، كذلك اخوتي فعلوا الزر ديال الجرس، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تدعمونا اخوتي ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناه. كذلك اكتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم حول الفيديو ديال اليوم وكيفاش جاكم الاداء ديال اشرف حكيمي رفقه فريق باريس سان جيرمان ضد فريق بايرن ميونخ، والمراوغه الرائعه اللي قام بها اشرف حكيمي اللي بها هدى الهدف الثاني والهدف القاتل ضد فريق بايرن ميونخ. صراحه اشرف حكيمي قدم مستوى كبير وكبير بزاف. وصلنا للختام اخوتي ديال الفيديو، ما بقى ليا الا نودعكم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.